اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب، وده الفيديو الاول من فيديوهات ال 30 فيديو اللي احنا هننزلهم واتكلمنا عليهم. التحدي بتاعنا كل يوم فيديو في لمده شهر. فالنهارده هنتكلم عن اكستنشن حلوه جدا في جوجل كروم اسمها جوجل ديكشنري باي جوجل. طبعا ده الاكستنشن، وطبعا هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ممكن تروحوا لها على طول. فبكل بساطه نيجي هنا نعمل ايه؟ اضافه لكروم. طبعا هي الفكره بتاعتها ايه؟ ان انت وانت بتقرا اي تكست بشكل عام هتحتاج ان انت تترجم كلمه، مش كل شويه هتبدا تروح تترجمها وترجع وتدور وترجع، لا. دي اكستنشن اول ما تدوس على الكلمه مرتين بيطلع لك الترجمه بالمعنى، وممكن كمان تسمع النطق بتاع الكلام بتاعها. فطبعا اكستنشن هنا هنلاقيها فوق اضافه has been added to chrome. دلوقتي ممكن بقى نيجي عند مثلا، دلوقتي هنقرا حاجه عن تاريخ برشلونه مثلا، فنيجي هنا ندوس كده على علامه الاكستنشنز اللي فوق دي، بعدين ندوس جوجل ديكشنري. هيتاكد ان هي كده شغاله. لو انت عايز تدور على حاجه هنا ومش في مثلا ويب سايت او كده، ممكن تعمل برضو كده. ممكن مثلا نكتب يعني ايه فوتبول ديفاين، هيقول لك معنى كلمة فوتبول وكده. فأهم حاجة إنك تاخد بالك إنك تيجي هنا الأول تعمل ريفريش على أي حاجة أنت كنت فاتحها قبل ما تحمل الإكستنشن. نعمل ريفريش هنا ونيجي مثلا على كلمة إيه، مثلا occupied، مش فاهم معناها، فدوس عليها مرتين هيطلع لك بيقول لك يعني إيه being used by someone، يعني حد استحوذ عليها أو خدها أو كده. نشغل الصوت بتاعها. occupied. هيقول لك نطقها عامل ازاي. ممكن ندوس على مور دلوقتي نشوف، هيوديك بقى على البيج اللي فيها الديفينيشن. بس فموضوع حلو جدا، وانت بتقرا اصلا هيخليك ما تتشتتش كتير ويوفر عليك وقت كتير جدا. بس فده كان اول فيديو عندنا. شكرا للمشاهده، ما تنسوش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.